حياكم الله. مبارك للعرب، مبارك لمصر، مبارك للمغرب التأهل التاريخي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس. أسود الأطلس يلقنون الأمريكان ضربة موجعة ويدقون شباكهم برباعية مذلة، والمنتخب المصري الفراعنة تهزم باراغواي بركلات الترجيح. مصر والمغرب أو المغرب ومصر أفرحا العرب. من الشرق إلى الغرب وبكل الدول العربية الاحتفالات كبيرة جدا في الرباط، كازابلانكا، طنجة، في القاهرة، اسكندرية، شرم الشيخ، بورسعيد، في كل المدن العربية بتأهل فريقين عربيين إلى نصف النهائي. العرب ضمنوا بطاقة أو ضمنوا ميدالية نتمناها ذهبية، ويا رب تكون فضية، وإذا كانت بأسوأ الاحتمالات برونزية. المهم العرب في فعالية كرة القدم ضمنوا الميدالية الملونة. مبارك للجماهير المصرية، مبارك للجماهير المغربية اللي احتجدت اليوم في ملعب الأمراء ولقنوا المنتخب الأمريكي درسا لن ينسوه أبدا. مجددا مبارك للشعبين المصري والمغربي، هذا التأهل وفايكم إلى النهاية يا رب، ونشوف فريقين عربيين في نهائي أولمبياد باريس. من آي نيوز، من الجماهير العراقية، ومن فريق عمل ليالي باريس، ومن محللي ليالي باريس، نقف احتراما للمنتخبين المغربي والمصري. مبارك مبارك. والبداية بأبرز العناوين. الرجال الساجدون يبهرون، يبدعون، يمتعون. أسود الأطلس يدقون أمريكا برباعية. والتكتاوي بعد التأهل يعبر عن سعادته الكبيرة ويؤكد نملك رئيسا عالميا. رحيمي الهداف التاريخي للمغرب عبر التاريخ، خماسية في دورة الألعاب الأولمبية. والصحافة المغربية تمتدح اللاعبين. الأسود جائعة والذهب هو الرهان. والمنتخب المصري ثاني العرب المتأهلين إلى نصف النهائي. الفراعنة يهزمون باراغواي. واسبانيا تتأهل لنصف النهائي وتضرب موعدا مع المغرب بعد فوزها على اليابان. راح عندك مبارك للمغرب. بارك الله فيك. قبل أن أحلق بمشاعري لأعانق هذه الأسماء التي كتبت التاريخ، أولا كل الحب لكل الكباتن في مشاعر نبيلة طيبة. كل الكباتن حتى على المستوى المهني والاحترافي كانت التوقعات بفوز المغرب، ولكن أنا تلقى التهاني. دعني أتحدث من بغداد كيف تلقى الشارع العراقي هذه النتيجة بصدر رحب، وهذا الشارع المثقف من خلال أسماء وأناس عاديين يدركون قيمة كرة القدم. أعتقد بأن كل عراقي اليوم هو مغربي، هو مصري، هذا هو الهدف.
شكرا للعراق، شكرا للشارع العراقي على هذه المحبة، شكرا لكل من ساند الأسود والفراعنة في هذه النهائيات. في المغرب الأفراح كبيرة، وكأن اليوم دائما عندما نتحدث عن أسود الأطلس نتحدث عن معزوفة أطلسية ربما يعرفها أبو صقر، لأنها أثثت المشهد التلفزيوني في الكويت. مقطوعة الأطلس اليوم هي سيمفونية أطلسية أطربت الجماهير العالمية على حساب الروك الأمريكي. شيء رائع أن نرى هذا الحضور وهذا التوهج، وأن ينجح الأسود في تلقين الأمريكيين درس في فنون كرة القدم. الأجواء كانت استثنائية، جميل أن يكتب التاريخ بهذه الطريقة، الأداء والمتعة والحضور والتميز. اليوم كرة القدم المغربية أضحت مدرسة تحمل توقيع العالمية. المباراة الأفراح، لا تحقيق المباراة، الأفراح، ردود الأفعال، شنو اللي دا يصير بالمغرب الآن؟ قول لنا إياه. اليوم المغرب كل مواطن عادي تحول لشاعر، كل مواطن يتغزل بطريقته الخاصة، احتفالات، أسر، أجواء، فانتازيا من نوع آخر في شوارع المغرب في كل المدن بدون استثناء. إذن لأنها قصة مجد. اليوم المغرب يثبت بأن هناك تسلسل على مستوى العطاء. ما حدث في مونديال قطر ربما تفاجأ الكثيرون لا يعرفون كرة القدم المغربية، ولكن اليوم يستمر هذا الحضور من خلال الأولمبياد. اليوم المغرب يؤكد بأن هناك تسلسل على مستوى الأداء. وما حدث، تحدثنا عن المنظومة، كيف عبر فوزي لقجع من المدرجات إلى جانبه وليد الركراكي ثم رشيد بن محمود. إذن هناك منظومة، الكل يراقب، يعيش هذه التفاصيل الصغيرة والكبيرة. لم تكن هذه النتيجة إلا بمثابة هدية ليس للمغرب بل للوطن العربي، لإفريقيا، لكل من يعشق كرة القدم، لأن المغرب اليوم في هذا اللون وفي هذا الأداء هو خليط ما بين النكهة المغربية، الحضور الإفريقي، التميز العربي، والأداء الأمريكي اللاتيني الذي أضحى المغرب يسرق الأضواء بهذه المنظومة وهذا التجانس وهذا العطاء. أشرف حكيمي اليوم يقول للعالم بأنه من كوكب آخر. سنتحدث عن التفاصيل، لأن هذا القطار المغربي السريع كيف نجح على مستوى الثنائية واخترق الأراضي الأمريكية كما أراد ليصل لهذا الهدف، ليصنع مجد من نوع آخر. هذا هو الانتماء، هذا هو الحب، هذا هو الحضور. أشرت لنقطة مهمة، قلت بأن ربما من مكامن الحضور بالنسبة للمنتخب المغربي تتمثل في أشرف حكيمي، لأنه يعرف كواليس بارك دي برانس، يعرف هذا الملعب. أشرت لهذه النقطة بالأمس، وقلت بأنه ستكون له ربما آراء وقناعة، لأن ربما يشحن هؤلاء اللاعبين الذي أكدوا بأن الوطنية هي فوق كل شيء، وأن إسعاد الجماهير المغربية والعربية والإفريقية كان هو الهدف. حققنا الهدف، في انتظار القادم إن شاء الله. يا رب، مبارك للعرب. والله أنا اليوم سعيد وفخور حقيقة في ما شفناه من إبداع فني كروي رائع لم نشاهده منذ سنوات، ومن منتخب عربي أنا أعتبره أوروبي. الكرة الأوروبية الحديثة موجودة في المغرب. وايضا ابارك للاشقاء في مصر. طبعا مصر احنا كنا اليوم يمكن صار تصوير لايف ابو حسين على فرحتنا بفوز مصر، فلذلك مبروك كابتن، مبروك الحضري، ومبروك كابتن ابو رياض. الحقيقه افرحتونا اليوم، واعتقد اليوم العالم العربي كله فرحان. وانت توقعت؟ انا متوقع. ما شاء الله. انا بس انت قلت انت ملك التوقع. بس انا الاخطبوط بول. لا الاخطبوط ابو لا ذاك اليوم يطنز علي، قلت لا من يطنز؟ ايش حد اللي يطنز عليك؟ لا انت ذاك اليوم قلت لي من يقدر يطنز ابو صقر؟ ابو عبد الله يطنز عليك؟ لا يقدر عبالي. مبارك لمصر، مبارك للمغرب، مبارك لاتحاد الحقاق، مبارك للحضري. طبعا مليون مبروك. مش هقول بس لمصر والمغرب، انا بقول للوطن العربي كله. انجاز طبعا ان انت توصل للاولمبياد قبل النهائي، طبعا دي حاجه كلنا نفتخر. واحنا النهارده احنا جايبين ورقه ولا قلم، الورقه والقلم عند امين بقى. الامور الفنيه مع الافراح تنسي خلاص، تنسى اي حاجه. امين ينوب علينا طالما في فرح تنسى اي حاجه ان كانت حتى سلبيه. هي دي رجاله مصر، هي دي لعيبه منتخب مصر. في جميع المراحل منتخب مصر بيبان لما بيكون في المواقف الشده، في المواقف الصعبه، في اي حاجه بتلعب باسم مصر بتبقى اللعيبه قد المسؤوليه. الجهاز الفني انا واحد بشكرهم على الترابط، المذاكره بتاعه الماتش، تحضير المباراه، اللعيبه مركزه،
لو انت النهارده بتشوف ان انت بتلعب كل 48 ساعه، كل 72 ساعه، يعني اليوم الثالث بتلعب مباراه، ان اللعيبه تلعب النهارده اكسترا تايم 30 دقيقه تانيين، وفي حوالي وقت ضايع 15 دقيقه، يعني انت لعبت ماتش وثلاثه اكسترا تايم غير ضربات الجزاء، ورغم كده الاداء موجود، الروح موجوده، الحماس موجود، الهدف موجود ان انت توصل لقبل النهائي. اللعيبه كلها بالاجماع مش هقدر اقول اسم واحد 18 لعيب، لا 22 لعيب، لان ما فيش حاجه اسمها 18 لاعب واربعه بره القايمه، 22 لاعب بقول لهم شكرا، بدايه من حمزه علاء لاخر لاعب اسامه فيصل. كلكم رجاله قد المسؤوليه، كان عندكم هدف من اول، مش هقول من اول البطوله، من بعد ماتش اوزبكستان وانتوا حاطين الهدف خلاص قدامكم. دي اللاعب المصري، ده اللاعب اللي بيحب بلده، ده اللاعب اللي بيسجد، اللاعب اللي هو عايز يعمل حاجه لبلده. انت النهارده عملتم انجاز باسم مصر، مش باسم اي حد، مصر، وكده مصر دي حط تحت منها مليون خط. صراحه انا واحد بفتخر النهارده بمصر، بفتخر بالمغرب. صراحه عملوا مباراتين على اعلى مستوى، توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان معانا. ضربات الحظ طبعا دي ممكن تخسر منها وده عادي، ده ضربات حظ، بس التوفيق محالفك النهارده. اللي كان يقلقني طبعا في بعض اثناء في المباراه بقول لك نتكلم فيها بعدين، نعم، بس في توفيق وعدم توفيق. التوفيق كان محالفنا النهارده صراحه في الخمس ضربات جزاء بتوعنا. ضربه جزاء صدنا حمزه علاء. انا واحد وانا قاعد معاكم هنا انا بفتخر ان انا بلدي مصر صراحه، لان انا لعبت مع بلدي، عملت معاها الحمد لله اللهم لك الحمد، حققت 6 ألقاب لبلدي، 4 كاس افريقيا والميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه الافريقيه، في الالعاب الافريقيه، وواحده في الميداليه في البطوله العربيه. اللاعيبه اتبسطوا، افرحوا، عيشوا يومكم حقكم، بس انتوا عندكم هدف تاني صعب، انسى اللي فات، ان شاء الله ربنا يكرمكم في اللي جاي. مبارك للعرب، مبارك لتونس، مبارك للمغرب ومصر، مبارك للعالم العربي. ضمننا على الأقل ميدالية بنسبة 100%، على الأقل ستكون برونزية، أول مرة في تاريخ الكرة العربية والعالم العربي سنتوج أخيرا في الأولمبياد أقل شيء ميدالية برونزية، إن شاء الله نتوج بالذهب، ولكن الحمد لله أنه ضمننا أول ميدالية في تاريخ العرب في الألعاب الأولمبية باستحقاق. لو نتحدث عن المغرب، منتخب اتفقنا أنه هجوميا أفضل منتخب على المستوى الهجومي في الدورة، لكن اليوم نستطيع أن نتحدث عن الكرة الشاملة في العالم العربي. ولدت مع هولندا ثم ذهبت لإسبانيا ثم ذهبت مع منتخبات. اليوم المنتخب المغربي كرة شاملة متميزة على جميع المستويات. كنا متخوفين من قبل اللقاء على مستوى الجانب الدفاعي، لكن الشيء الذي رشح كفة المغرب اليوم هو الجانب الدفاعي، لأن الجانب الهجومي أوكي هذاك من التحصيل الحاصل، المغرب قوي هجوميا بمواهبه بفردياته وبالتنشيط الهجومي تبعه، لكن على المستوى الدفاعي المغرب اليوم ولا خلى فرصة للمنتخب الأمريكي، خاصة لما المغرب يخسر الكرة كان يسترجعها بسرعة. البوزيشن عند المغرب، ولكن لما يخسرها يعاود يسترجعها بسرعة، وقام بالمباراة اللي يجب أن يقوم بها. كنت متخوف على مستوى الجانب البدني المنتخب المغربي، لأنه قلت المنتخب المغربي صعيب يكمل بنفس الانتنسيتي بتاع الشوط الأول، لكن على المستوى البدني كان رهيب المنتخب المغربي، منتخب كما قال أبو صقر أوروبي بامتياز. أحسن لاعب من الناس الكل تتحدث عن حكيمي، وهذا واضح للناس، حكيمي نجم عالمي، لكن شخصيا اللي عمل الفارق في الدورة هذه وأخو ماش. نعم، هو من عمل الفارق. بالنسبة للمنتخب المصري، كلمة عن المنتخب المصري، في منتخبات تتحسن وتولد أثناء الدورات، وأحسن مثال على ذلك الفائز بكأس أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار خسر المباراة الثانية مع نيجيريا، خسر المباراة الثالثة 4-0 مع كاب فيردي، ثم مع تغيير المدرب فاز على السنغال، فاز على مالي، فاز على الكونغو الديمقراطية، وفاز على نيجيريا ورفع كأس أفريقيا. في منتخبات تتحسن أثناء الدورة، وأحسن مثال مصر. إيطاليا الناس الكل تعرف من 82 90 94 2006 إيطاليا أثناء الدورة تتحسن، مردودها يكون سيء ثم
تصاعدي، وهذا ما يحسب للمنتخب المصري اليوم. مبارك للعرب مرة أخرى، مبارك الماجد، مبارك الحضري عصام خونا، ومبارك للشعوب المغربية والمصرية والشعوب العربية ككل. طيب ويانا اتصال هاتفي حابب يتداخل ويانا، شخصية مغربية كبيرة ومتابع نهم للبرنامج هو والناس العاملين وياه. انا راح مرة ويشرفني ارحب بيه، لكن راح اجي للترحيب بعدين. اخلي ابن بلده اللي يرحب بيه ويانا رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية في بغداد السيد عبد الكريم بن سلمان او عبد الكريم بن سلام. تحياتنا لك سعادة السفير، ويرحب بيك. وين الكاميرا تبعي؟ ماجد هاي كاميرتك. سعيد جدا لكل هذه المشاعر الوطنية. أنت سفير للمغرب في الاحتواء، لمست تلك المشاعر وتلك الطيبة وذلك القلب الكبير. كنت حضنا للمغرب هنا في بغداد، وأنت تحتضن في ذكرى غالية على كل المغاربة، الذكرى 25 لجلوس جلالة الملك محمد السادس على العرش. كنت ذلك السفير الراقي في تفكيرك، وأنت تحتوي كل هذه الوجوه الدبلوماسية، وأنت تتغنى بالعراق، تتغنى بالعلاقات المغربية العراقية، تتحدث عن الأهداف النبيلة وما تسعى إليه. طبعا أنت عاشق لكرة القدم بعيدا عن الدبلوماسية، وأنت إنسان يصدر الحضور بتلك الطيبة عندما رحبت بكل العراقيين وأكدت بأن جسر التواصل سيتواصل، وعنوانه الإخاء والاحتواء والحب بين الشعبين العراقي والمغربي. مبروك لما تحقق في بارك دي برانس، مبروك لهذا الإنجاز التاريخي ليواصل المغرب كتابة التاريخ. ما حققناه في كأس العالم كان عنوانا كبيرا، واليوم في الألعاب الأولمبية كما قال أمين والزملاء بأن العرب ضمنوا ميدالية من خلال وصول مصر هي الأخرى لنصف النهائي. أعتقد بأنك ستتغنى بهذا الإنجاز وتتحدث عن هذه الفرحة التي يعيشها الشارع المغربي والشارع العربي، وكيف هي إفريقيا تفتخر كما حققت إنجازات كبيرة مع الكاميرون ومع نيجيريا. اليوم المغرب عالمي في عاصمة الأنوار، بل خطف الأضواء من باريس في ملعب بارك دي برانس. رحب بيك سعادة السفير. مرحبا 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 أستاذ فاضل، أستاذ فاضل مرحبا مساء أخي العزيز ماجد. تحية طيبة للحضور ومن خلالكم طيبة لكل مستمع العراق. أولا وقد هنيئا للشعب العراقي، مصر الفقير، هنيئا للشعب المغربي، هنيئا للشعب العراقي. أقول وأقول حتى الشعب، حتى العراقي أخي في ربع على من على يدي الطريق المغربي، فهو كسب محبة كل المغاربة بل كل العرب من خلال طيبته الحب. سعادة السفير انا اعتذر منك، بس اكو مشكلة بالاتصال سعادة السفير. نحن تأهلنا لنصف النهاية، فالعراق انا شخصيا بالنسبة لي من خلال اخلاق، من خلال روح رياضية طيبة، هذنا كلنا كان العراقي داخل الملعب حتى في كيف تفاعل مع فوز الفريق المغربي، وهذا ينم اصل الطيب العراقي اصيل. شكرا جزيلا استاذ فاضل، شكرا لحضورك لكم اتحتوا لي فرصه معكم من خلال في هذا البرنامج المتميز. انا صرت من الان فتح احد سعادة السفير انا بس استاذنك، راح نعاود الاتصال بك مجددا لان الصوت بمشكله. احمد يا ريت اذا تتكلم مع سعادة السفير حتى يعود لنا بعد دقائق من الان. ابو عبد الله مبارك. الله يبارك فيك، محظوظ اليوم قاعد بوسط عريسين.
أبارك للشعب تقدر تصير المغربي. عريس ثالث انت؟ لا شلون؟ تقدر تصير عريس ثالث؟ احتمال قريب. أبارك للشعب المغربي، أبارك لأخويا ماجد، أشكر الاتحاد المغربي على تصدير متعة وأفكار جميلة في كرة القدم لنا وللعالم من خلال هذا المنتخب اللي فعلا اليوم من تريد تتمتع بقيمة فنية تشاهد منتخب المغرب. جالسين أنا وأخويا أبو صقر والكابتن أمين، يعني بلحظة شفنا دقيقة 40، يعني احنا تفاجئنا. هذا يعطيك انطباع كثير من المباريات القوية الأوروبية نشوف الوقت يمضي سريع لأن من خلال المتعة. فمن نبحث المتعة، المنتخب المغربي فعلا ذو قيمة فنية عالية ومتعة كبيرة. نفتخر كوننا عرب بهذا المنتخب اللي بصراحة الفرق بدأت تحسب له ألف حساب، الفرق الكبيرة وليس القارية كأفريقيا أو الدول أو آسيا. يعني أنا اليوم أتكلم عن أوروبا وأمريكا الجنوبية واللاتينية. فالقصد أنه فريق ذو قيمة كبيرة. نتمنى أن يعني ينال الميدالية الذهبية ويستحق. وكذلك عندك اتصال وارجع من جديد. عودة منتخب مصر بعد المغربية في بغداد السيد عبد الكريم بن سلام، حياك الله مجددا، ومبارك للمغرب، مبارك حكومة وشعبا وملكا، مبارك للجماهير المغربية وللشعب المغربي الشقيق، ومبارك لكل أركان البعثة الدبلوماسية المغربية في بغداد. السلام عليكم، تحية طيبة أستاذ فاضل السيد علي نور، تحية طيبة الأخ العزيز السيد ماجد السجعي، تحية طيبة لكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وتحية طيبة من جميعا للشعب العراقي الشقيق ولكل الشعب العربي الشقيق. هنيئا لمصر، هنيئا للمغرب، هنيئا لكل العرب بتأهل فريقين عربيين لنصف نهائي الأولمبياد، إقصائيات الأولمبياد لكرة القدم. أتمنى إن شاء الله أن أحد الفرق إن شاء الله يفوز بالميدالية الذهبية ونكونوا مبسوطين كلنا إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدي، تحية طيبة. أنا سعيد جدا بهذه الدعوة الطيبة أنني أشارك معكم ولو من خلال الهاتف في هذا الحفل البهيج داخل الاستوديو. متمنياتي جميع الصحة والعافية طول العمر إن شاء الله. نعم، شنو المشاعر اللي تتبناكم يا سعادة السفير بهذا اليوم وبهذا المنجز اللي يتحقق؟ والله العظيم أنا سعيد جدا. كنت أتمنى من كل قلبي أن يكونوا الفرق الثلاثة كلها مؤهلة، الفرق العربية الثلاثة، ولكن للأسف هارد لاك للفريق العراقي الشقيق. وإن شاء الله أنا أقولها بكل صراحة من غير مجاملة. نعم. إن كان الفريق العراقي أقصي فهو بالنسبة لنا فاز من خلال أخلاقه، من خلال روحه الرياضية العالية، ومن خلال حبه للشعب المغربي الشقيق. لمسنا هذه في المدرجات من خلال التلفزيون ولمسنا كما لمس أخي العزيز السيد السجعي. الشارع العراقي كان متحمس لفوز مصر، وكذلك كيف كان متحمس اليوم لفوز كذلك مصر الشقيقة. متمنياتي للفريقين، اتمنى من كل قلبي ان الفريقين يوصلوا للنهائي ان شاء الله، ويكون حفل كبير ان شاء الله. يمكن انا احضر معكم كذلك اذا كان وصلنا. شرفنا سعادة السفير، شكرا لمداخلتك، ومبارك مجددا للمغرب ومصر هذا التأهل التاريخي. اخذ تقرير احمد الغراوي حتى نتحدث بتفاصيل فنية عن مباراة المغرب وأمريكا وباراغواي مع مصر.
زئير أسود الأطلس بدا عاليا في سماء ملعب حديقة الأمراء، حيث لقاء المغرب أمام نظيره الأمريكي في ربع نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية بفعالية كرة القدم. 4 أهداف مغربية بالشباك الأمريكية حملت معها رسائل عديدة، أبرزها أن الميداليات الملونة ستكون إحداها من نصيب العرب، وربما كانت 2 لو واصل الفراعنة صحوته نحو القمة. هداف الأولمبياد سفيان رحيمي افتتح التسجيل للأحمر المغربي قبل أن يسجل إلياس وحكيمي والمهدي الأهداف ال4 تواليا في مباراة سيطر عليها المغاربة من كل جوانبها. وينتظر أسود الأطلس نظيره الإسباني الفائز على اليابان في قمة جديدة للعرب نحو منصة التتويج. وفي ملعب فيلادروم بمدينة مرسيليا لم يترك الفراعنة فرحة العرب منقوصة ليرافق شقيقه المغربي لنصف النهائي بفوزه على الباراغواي ويكمل أضلاع المربع الذهبي ويضمن للعرب